السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فيديو جديد وحلقة جديدة. والنهاردة عندنا بإذن الله الحلقة التاسعة من كورس البايثون. فآخر مرة كنا بدأنا في الديكشنري، والنهاردة هنخلصه بإذن الله يعني، والفيديو بإذن الله مش هيكون طويل. فبسم الله الرحمن الرحيم، ما تنسوش اللايك والاشتراك بتاعكم جميل، ونبدأ بسم الله. أول حاجة هنبدأ بيها إن احنا هنعمل ديكشنري جوه ديكشنري. يعني دلوقتي مثلا انا عندي هنا هو مثلا، وليكن هقول ان انا عندي ديكشنري مثلا اسمه لوب فيرس مثلا. فانا دلوقتي مثلا بدل ما يعني مثلا عايز اكتب بيانات شخص معين، بدل ما اقعد اكتب النيم في سطره والباسورد في سطره مش عارف ايه في سطره، يعني لا هيبقى الموضوع كبير. تمام. فانا يعني بشكل احسن هعمل ديكشنري جوه ديكشنري. ازاي؟ ان انا مثلا هاجي دلوقتي اكتب واحد مثلا، بيانات واحد مثلا اسمه يوسف وليكن. ماشي. واروح عامل النقطتين دول. ماشي. واروح عامل القوسين بتوع الديكشنري دول، واجي هنا هو هكتب ان مثلا النيم النيم مثلا يساوي. ماشي. او مش يساوي النقطتين دول عادي، النيم يساوي يوسف. لا، يوسف الشكل دوت. وهاجي بعديها مثلا وليكن اروح اعمل فاصلة، واكتب الباسورد بالشكل دوت. اكتب بيانات مثلا شخص تاني كمان على طول في السطر اللي بعديه هنا اهو. فللسهولة بس. آه لا ثواني. ماشي. للسهولة بس نعمل كده اهوت، ونكتب مثلا احمد للسرعة يعني. ومثلا هنا اهو برضو احمد. تمام. بس نمسح الفاصلة ديت. ماشي. ولازم بعد كل ديكشنري نروح حاطين فاصلة زي كده. ماشي. لانه هيعتبر ده ديكشنري لوحده، وهيعتبر ان ده ديكشنري لوحده جوه الديكشنري الكبير. طيب. فانا دلوقتي عايز مثلا اجيب الباسورد وليكن بتاع احمد. هعمل ايه؟ همشي المسار عادي جدا، هعمل برنت. طيب. فدلوقتي هنكتب برنت عادي بالشكل دوت. ماشي. وهنمشي الترتيب. اول حاجة هنجيب الديكشنري الكبيرة اللي هي لوب فيرس بالشكل دوت. لوب فيرس. وهنروح داخلين. ثواني اهو، هنجيب احمد بالشكل دوت. وهنعمل قوس كمان اللي احنا عايزين فيه الباسورد بالشكل دوت. لا بس انا عايز جوه ايوه. فالمفروض ان انا بسم الله لما اعمل رن، زي ما انتم شايفين طبع لي الباسورد بتاع احمد. طيب. لو انا عايز بقى اخد نسخة من الديكشنري ديت. ماشي. او اسميها بمسمى تاني. طيب. مثلا انا مش عايز اعدل في ديت، فهاخد منها نسخة واسميها بمسمى تاني. ماشي. واعدل في التانية ديت. فانا هروح رايح قايله بكل سهولة كده اهوت. فاقول له مثلا داتا بتساوي، واروح عامل لوب فيرس دوت كوبي الاول عشان انا نسيت كوبي، معلش. دوت كده اهوت وكوبي. ونعمل بالشكل ده، وبعدين نعمل برنت اللي هي عندنا اللي هي داتا. فانا عملت رن بالشكل ده بسم الله. زي ما انتم شايفين طبع لي يوسف وطبع لي احمد عادي جدا جدا جدا. ماشي. بس دي نسخة تانية غير النسخة الاصلية. طب انا هنا هو لو قلت داتا بتساوي لوب فيرس بس وقلت له برنت داتا، لو عملت رن هيشتغل عادي برضو. طيب. طب ما نجرب ان احنا نخليها بالشكل ده، واضيف حاجة في الداتا. ايه رأيكم؟ نجرب حاجة كده. داتا اهوت. ماشي. اضيف مثلا في يوسف مثلا وليكن. ماشي. بس ليه المسافة ليه بتعمل مسافة يا حبيبي؟ ليه يعني؟ هضيف في يوسف مثلا ايميل مثلا وليكن. ايميل بالشكل دوت. وهنقول مثلا انه يساوي، عايز يساوي يوسف @gmail.com. ما ضافهاليش برضو. بصوا ما جابهاليش اصلا. فمش هينفع هو ينوت ان انا بضيف على داتا. طب ما داتا هي لوب فيرس، يعني اللي هو انت بتقول ايه؟ طب ما تقول لوب فيرس وخلاص. فهو ما ينفعش عموما. تمام.
لان هو هنا هو هيضيف على الداتا ولا هيضيف على لوب فيرس ولا هيضيف على ايه بالظبط. فمش هتنفع، يعني لازم لوب فيرس دوت كوبي. تمام، لازم لوب فيرس دوت كوبي عشان يعني يفهم. تمام تمام. طيب لو عايز امسح كل اللي في الديكت دوت عادي جدا، اقول له لوب فيرس كدهوت اللي هي الديكشنري الكبيرة دوت كلير، عادي جدا. ماشي بالقوسين دوت، واروح قايل له برنت بالشكل ده لوب فيرس مثلا اللي هي الديكشنري الكبير، ولو عملت له رن بالشكل ده مسحها لي. دي عادية جدا، اظن ما فيهاش حاجة. طب في حاجة بقى اسمها برضو update. يعني انا دلوقتي عايز اضيف اسم تالت مثلا. ماشي. طيب احنا كنا بنضيف عادي قبل كده ان انا اكتب مثلا وليكن لوب فيرس واكتب الحاجة وبقيمتها الجديدة. ماشي زي ما عملنا الفيديو اللي فات. طيب هي فكرة بقى الابديت ان انا لو عايز اضيف مثلا اكتر من اسم بمعلوماته. تمام. هعمل ايه؟ اروح جاي كده هوت كاتب اسم الديكشنري الكبير لوب فيرس، واروح اعمل دوت ابديت بالشكل دوت. ماشي، واروح فاتح قوسين، واروح فاتح بقى ديكشنري. تمام. واروح كاتب مثلا وليكن عايز اضيف مثلا علي، وليكن علي بالشكل دوت. واروح عامل نقطتين دول، واروح واخد مثلا للسهولة كده، اروح واخد مثلا ديت بما انها بسيطة كده اهوت للسهولة يعني، واروح ضايفها بالشكل دوت. طيب انا محتاج اعمل كده اهو بس. ماشي. هي الاقواس برضو رخمة، بس احنا لازم ناخد بالنا من الاقواس بالشكل دوت. ده اهم حاجة. ماشي. هو لازم ان هو دي كده كمان. تمام. فانا مثلا هنا هوت عملت له فيرس ابديت وزودت المعلومات. مثلا هزود هنا هوت هكتب علي واكتب مثلا باسورد جديد مثلا وليكن اي باسورد. ماشي. فانا لو جيت عملت برنت لو فيرس دلوقتي لو فيرس، طيب واعمل رن بالشكل دوت، هيضيف لي علي عادي جدا، ضافها لي كمان اهو. طيب. طب ايه الفكرة؟ ما انا ممكن اعمل نفس بتاعت الفيديو اللي فات. ماشي. واضيفها كده هوت وخلاص. لا، الفكرة بقى ان هنا هوت ان انا ممكن اجي هنا هوت بالشكل ده. ماشي. لا، هاجي هنا هوت. ماشي. واروح اعمل فاصلة واروح كاتب مثلا اسم كمان. هروح كاتب مثلا اسم كمان دلوقتي بالشكل دوت. مثلا عايز اضيف مثلا يعني بضيف اكتر من حاجة. عايز اضيف مثلا عمر مثلا دلوقتي. هي دي فكرة الابديت، ان انا بضيف اكتر من حاجة. ماشي. فهضيف مثلا عمر برضو دلوقتي. تمام عمر. ماشي. وبرضو هضيف الرقم بالشكل دوت. طيب فزي ما انتم شايفين عملت له فيرس وابديت وكل حاجة تمام. ضفت علي. تمام. ويعني جوه الديكشنري. تمام. وبرضو ضفت عمر. تمام. وضفت بيانات عمر لازم جوه ديكشنري كمان، وبيانات علي برضو تكون جوه ديكشنري لوحدها. فبالشكل ده ممكن ازود كمان واحد تالت ورابع وخامس وسادس. فلو في الاخر لو عملت رن هلاقي برضو الاسماء عادي يوسف واحمد، وفي كمان علي وعمر كمان اتضافوا. فكده يبقى احنا شرحنا يعني ايه الابديت. تمام. دلوقتي بقى عايزين نعمل نظام ريجستر، نظام ان انا اخد البيانات من المستخدم واسجلها عندي. طيب فهنعمل بالشكل دوت عشان نوقف كل ده. فانا عندي دلوقتي ديكشنري فاضي. طب انا عايز اعمل نظام ريجستر بسيط كده، ان انا اخد البيانات من المستخدم اسجلها عندي في القاموس دوت. فهنيجي كده بعيدا عن الداتا او الديكشنري خالص. طيب فانا دلوقتي كتبت الاوامر ديت، كتبت الانبوت دوت نيم بيساوي انبوت، والايج الانبوت برضو بتاعه بس انتجر، وبرضو الفون الانبوت بتاعه. طيب انا لو رحت عملت برنت على طول، برنت داتا على طول، مش هيطبع لي الحاجات اللي انا دخلتها في الداتا. ليه؟ لازم اعرفه ان ساعتها الداتا ديت الداتا بتاعت النيم دوت. ماشي. هتساوي بالشكل دوت، واروح فاتح قوس. هيبقى النيم هيساوي، هيبقى بالشكل ده بقى النيم. ماشي.
هيساوي النيم دوت. انا الافضل ان انا مسحت نيم هنا عشان لما اجي اعمل ران بالشكل ده ماشي، وادخل الاسم لوب مثلا فابس ماشي، وادخل العمر بالشكل ده، وادخل اي رقم تليفون بالشكل ده، يديني الشكل منظم شويتين بالشكل ده. فان انا قلت له ان الداتا اللي انا هدخلها هنا هتعملها في شكل الديكشنري اللي فوق. تمام، مش هتعملها لي في شكل ديكشنري يعني، وبعدين هتقول لي برنت داتا ماشي. فهو كده انا مليت البيانات، فده نظام ريجستر بسيط. يعني الشكل اللي قدامكم ده كده كله، ده كده اهو مش هحدده بشكل كويس، كل ده كده نظام ريجستر بسيط واتمسح. طيب انا كنت عايز اعمله كهامش يعني، بس مش مشكلة. طيب اخر حاجة بقى هنا في حاجة اسمها نستد ليست. يعني ايه نستد ليست؟ يعني لستة جوه لستة. فانا هجهزها دلوقتي. فعندنا مثلا وليكن نمبرز مثلا ماشي، النمبرز ديت بالشكل ده، وهتفضل تعمل برضو ليست جوه ليست. يعني انا ممكن اجي اعمل هنا كمان بالشكل ده كده اهو، واروح اعمل ليست جديدة ماشي، واروح اعمل بالشكل ده. نفضل نعمل لستة جوه الليستة، او اسمها نيستد ليست. طيب انا بس مش عايز الرقمين دول عشان ما تحصلش لخبطة، ان هم يتفقوا مع بعض. تمام ماشي. ف دي حاجة اسمها نيستد ليست، يعني لستة جوه ليست. طب انا ليه ما شرحتهاش في الليست؟ انا كنت بفهمكم يعني ايه ليست الاول، يعني ايه ديكشنري الاول. بس النستد ليست ديت باذن الله هنحتاجها قوي 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 في حاجات كتيرة قوي الفترة الجاية، فانا لازم او جه وقتها ان انا اشرحها دلوقتي. طيب انا عايز رقم مثلا رقم 80 ده. طيب وانا الاول مسكت الليست كلها ماشي، بعد ما كتبت نمبرز، ده كده اندكس لوحده صفر، ده كده كل ده اندكس لوحده واحد. فانا عايز الرقم مثلا 80، فاروح عامل الشكل ده ماشي، هروح ماسك الاندكس واحد ماشي. طيب ده كل واحد. طب من جوه بقى واحد اتنين، والليست دي كلها تلاتة، الليست دي كلها تلاتة. فانا هعمل ان انا عايز الرقم تلاتة. لا هو ثواني، انا بعد صفر واحد اتنين، معلش اسف معلش، وصفر واحد والليست دي كلها اتنين. فانا راح اعمل بالشكل دوت، بمشي المسار عادي جدا اتنين. تمام، انا بقيت ماسك الحتة دي كده، فدي صفر وواحد، انا عايز رقم 80، فهضطر ان انا اعمل برضو صفر. يعني انا بمشي المسار حتة حتة، فلما اعمل رن المفروض انه يطبع لي 80 بالظبط كده. تمام. فحتى بقى لو في ليست جوه ليست كتير قوي، اللي هو او نستد ليست كتير قوي، انا بمشي المسار عادي. فبس هي دي كانت اخر حاجة في الفيديو بتاعنا. فبس كده خلصنا حوالي ربع الكورس تقريبا، وخلصنا الديكشنري. اشوفكم الحلقة الجاية. عايزكم تتوقعوا بإذن الله الحلقة الجاية. هو توقع سهل، يعني احنا خلصنا اغلب المتغيرات، ما تبقاش غير متغير واحد. عايزكم تفكروني في التعليقات ايه هو، واشوف كده الناس متابعة ولا لأ يعني. فبس اشوفكم فيديو جديد، وسلام.